كثير من الأحيان نتعرض لأسئلة واستفسارات عن الثورة، سواء تاريخيا أو توقعاتنا للمستقبل. وبتكون الغاية من هذه الأسئلة ليس الفهم أو التنوير، بتكون الغاية هي إبطال مفهوم الثورة واعتبارها أزمة. رح نشوف هذا الشخص شو عم يحكي بمقطع فيديو ونرجع نكمل النقاش. ولك أي ثورة عم تحكي عنها؟ ليش ضل الثورة اللي عم تحكي عنها مين بيمثل على أرض الواقع؟ أبو عمشي، الجولاني، أبو حمزة، ولا أبو طمزي، ولا مدري مين؟ ولا اللي على السوشيال ميديا بيمثل يمان نجار؟ هذا الشبيح عم يدافع عن بشار الأسد وعصابته الزائلين بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للثورة، لم تكن الثورة سبب لتدمير حياة السوريين. اللي كان سبب في تدمير حياة السوريين هو إجرام بشار الأسد وعصابته وبيعوا البلاد مقابل بقائه على الكرسي، بالإضافة إلى لعب مخابرات الدنيا كلها بالثورة السورية والمال السياسي وما وراءه. الشغلة الثانية إنه ما حدا قادر يمثل الثورة، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه يمثل الثورة السورية اللي قدمت آلاف الشهداء وآلاف الجرحى وعشرات آلاف المعتقلين وعشرات آلاف المهجرين. هذه الثورة لا يمكن أن تختصر بشخص أو فصيل أو حكومة أو مؤسسة. بدي أوجه رسالة لهذا الحيوان اللي عم يدافع عن بشار الأسد: حذاء أي شخص بأي مؤسسة نتجت عن الثورة ما لم يكن خائن أو عميل لبشار الأسد أطهر من عصابة بشار الأسد ومؤيديه من أعلى الهرم إلى أسفله. قولا واحدا،